صباحكم سعادة وسكر زيادة على كل اللي بيشوفوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. حطوا لايك واشتركوا في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. تعالوا نشوفوا عملنا ايه النهاردة في يومنا. ليا كام يوم تعبانة ومش قادرة والمطبخ مكركب ونايمة بقى وضربة ايه الحياة كده ايه. على الاخر يعني ما بدورش على اي حاجة ولا بدور على اي حد وسايبة كل الحياة كده ايه. ملحوسة وملخبطة وزي ما انتوا شايفين المطبخ ملخبط والدنيا كلها لخبطة. يلا بينا نرتب امورنا كلها سوا ونعمل غدا حلو ونقضي مع بعض لحظات حلوة. بس اذكروا الله في الكومنتات وعايزة الدعم والاشتراك في القناة واضغطوا على كلمة الكل عشان كل ما انزل حاجة جديدة توصل لكم. انا قمت بقى قلت ايه اتنشط كده، عندي مواعين كتير في الحوض هغسلها والم الزبالة واظبط الدنيا. بس عايزاكم تدعموني باللايك والاشتراك من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو يا حلوين. ويلا بينا على تفاصيل الفيديو، هتلاقوا حاجات ان شاء الله بإذن الله تعجبكم جدا 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 جدا. انا هنا بقى ايه، كان عندي كام جوز حمام كده في عشة الحمام. مسكتهم وظبطتهم وجيت هنا بقى ايه، حطيتهم في السبت ده زي ما انتوا شايفين كده. وعايزة اغسل المواعين عشان الحوض عندي مكركب، ليا كام يوم ما غسلتش مواعين والدنيا ساقعة و بصراحة كسلانة كده وايه قلت اتنشط معاكم واصور الفيديو وايه ونعمل كده شوية شغل مع بعضنا حلوين. همسك مواعيني اشطبهم، ده اول شيء. وعايزاكم بقى تصلوا على النبي في الكومنتات وتدعموني ونطلع كده مع بعضينا ان شاء الله سوا. يعني لحاجة مظبوطة في المشاهدات علشان خاطر الدعم يا حبايبي. المهم انا هنا كنت غسلت كل المواعين بتاعتي بقى وهظبط دنيتي واشطب الحوض بتاعي. هو الحوض كان مليان مواعين بصراحة، بس كان ليا كام يوم برد والجو ساقعة وشتا. قلت لا مش عاملة ولا حاجة، بس ايه الولاد كانوا زهقوا والاكل نواشف بطاطس مش عارفة ايه حاجات كده، لانشون جبنة، حتة كبدة. عايزين بقى اكلة محترمة ومعتبرة من ايديك يا ماما، انتي ليكي كام يوم مريحة. قلت لهم من عينيا حاضر. قمت بقى قلت ايه اطلع كده على عشة الحمام اشوف ايه كام جوز حمام عندي. فقمت ايه جايبة كام جوز حمام كده وكام فرخة بلدي. كانوا عندي في الفريزر 3 فرخات بلدي صغيرين كده شمرت، واربع تجواز 4 فراد حمام يعني جوزين. قلت هعمل لهم بيها اكله ان شاء الله معتبره زي ما انتوا شايفين في اول الفيديو. بس قلت ايه اخد معاكم الموضوع من اوله كده. غسلت بقى المواعين بتاعتي وشطبتها وابتديت زي ما انتوا شايفين كده اهو. واستعنت بالله وبدأت بقى اشطف مواعيني واشوف دنيتي كده. عايزاكم بقى تدعموني وعايزة اكبر بيكم ومعاكم ان شاء الله بإذن الله. انتوا اخواتي وحبايبي وصدقوني بلاقي نفسي في التصوير وبلاقي نفسي في المونتاج وبلاقي نفسي في تسجيل الصوت على الفيديو. ومحتاجة منكم الدعم. المهم ان انا اهو كده بدأت بقى اخد حاجتي كده واحدة واحدة. الحاجة اللي مهملة فيها ليا كام يوم بدأت اغسلها وبدأت اشوف دنيتي. والله يا بنات القعدة منها فايدة. القعدة في السرير ما منهاش فايدة. قومي وتنشطي وان شاء الله يومك كله رضا بذكر الله. هنا بقى كانت عدة الشاي بتاعتي زي ما انتوا شايفين هنا كده. انا عاملة عدة شاي بتاعتي ألمونيوم كده مظبطاها. ووريتها لكم هنا اهو كده. كنت بقى شطبت الحوض بتاعي هغسل الخرقة اللي مسحت بيها الرخامة واغسل الليفة بتاعتي كمان. الازازة دي كان فيها صابون وخلصت اهو زي ما انتوا شايفين كده. كنت خلاص خلصت الحوض وشطبته. وهنيجي بقى هنا نذبح بقى ايه الحمام. الجزء اللي فيه الحمام ده انا ما جيتش يمه خالص. كنت ابتديت اروق الدنيا كده. كان عندي بسله كمان فصصتها بس التصوير كان فاصل مش عارفه ليه. هنا اهو كده. كنت بقى هنا عملت ميه للفراخ الشمر والحمام. بس الحمام انا ما بعمل لهوش ميه ولا بغليه. هنا كده جبت السكينة بتاعتي جهزتها لحد ما اسلام يجي يذبح لي. هنا دول كانوا زغاليل صغيرين مش كبار. اهو كده كنا بنذبح بناخد واحدة بواحدة عشان نذبحهم وهنطلع السبت ده بره. ابتديت هنا بقى في التنظيف. انا بنضف الحمام بتاعي على الحقيقة وما جبتش التصوير علشان خاطر
الحقوق بتاعة الطبع والنشر والحاجات اللي زي ديت، يعني عشان ايه مش مسموح بيها. هنا بقى كنت ابتديت بقى انضف هنا الحمام كده بالشكل ده، واجيبه كده بنضفه اهو زي ما وريتكم. هشيل الدماغ، وفي حتة في الزور بنشيلها قبل التنظيف عشان اهو بالشكل ده كده. حالا ما بيتنضف معاكي الحمام ما بتاخدش 5 دقايق او بالشكل ده. كنت نضفت بقى الحمام بتاعي بالطريقة بتاعتنا التقليدية العادية، ما بحطلهوش مية عشان الجلد ما يكشش مني. وكلنا بنعرف نعمل حمام، بس احنا بنشارك مع بعض اللحظات الحلوة واحنا بندلع بعضينا، وعايزاكم تدعموني بكلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. احنا بنعيش لحظة مع بعض، ما بنفرضش حاجة على بعضينا وبالشكل ده. ابتديت بقى هنا كده انضف الحمامة واظبط دنيتي. مقلتليش ايه رأيكم في موضوع الروتينات؟ انا بعمل روتينات اليومين دول وبظبط معاكم الدنيا. عايزاكم بقى ما تنسينيش. هنا كنت خلصت بقى الحمام بتاعي تنظيف. هاجي هنا اشيل الرجلين واشيل الحته اللي ورا دي اسمها زفره، بتشيليها لازم عشان متعملش معاكي ريحه وحشه. وبتشيلي اي حاجه بتبوظيها، بصي بتدخلي صباع واحد بس عشان خاطر الفتحه بتاعه الحمام متوسعش منك، وبتبتدي بصباع واحد كده بتطلعي كل حاجه فيها او بالشكل ده. وبتظبطيها بقى انت بخلك وليمونك وملحك، وبتظبطي دنيتك كلها فيها. وبتشيلي الرقبه. انا هشيل الرقبه علشان خاطر وانا بحشي تكون مديه معايا مساحه او بالشكل ده. بشيل اي حاجه وبظبط على حمامي وبشيك عليه وبظبط دنيتي. المهم ما قلتليش ايه رأيكم في موضوع الروتينات؟ تقولوا لي تحت في الكومنتات كلكم الفيديوهات اللي بعملها اليومين دول حلوة ولا لأ، استمر ولا اغير، عايزين حاجة تانية، عايزين اي حاجة قولوا لي عليها في الكومنتات تحت. قولوا لي افكار نعملها سوا ان شاء الله بإذن الله. ومش عارفة ليه اليوتيوب عندي بيلغيلي علامة الربح على الفيديوهات، مش عارفة ليه. يكون الفيديوهات عليها اعلانات وكل حاجة وبتنزل ومنزعة وكل حاجة، بس عندي في الاستوديو مفيش علامة الربح واقف عليها. هذا الفيديوهات ليها حقوق. المهم انا كده كنت خلصت بقى الحمام بتاعي. جبت هنا الفراخ الشامورت بتاعتي كمان كنت ذبحتها ونضفتها. فراخ شامورت صغيرة عندي برضو من البيت. هحشيها مع الحمام. كانوا كام فرخة؟ كانوا 2 أو 3 مش فاكرة بصراحة. هما فراخ شامورت صغيرة، بس كان طعمهم يا جماعة كانوا سكر والله يا بنات. هنا بقى كنت الحمام بتاعي خلاص خلصته تنظيف، كنت مفضية الحتة الحصلة اللي قدام ديت من الرقبة، وكنت بشيل اي زوايد ريش معايا اهو كده بالشكل ده اهو. هظبط بقى كل الكمية معايا. الرقبة اللي بشيلها من الحمام دي مبرميهاش في الحشو وبسد بيها الفتحة. صلوا بقى معانا على الحبيب قلبكم يطيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب وشفيع محمد يوم القيامة، صلاة تشفي بها الجروح وتقضي بها الحاجة، اللهم آمين. هنا بقى كنت بشيل الكبد والقوانص. هجيب طبق ألم فيه الكبدة والقنصات دول بتوعنا بالشكل ده. احط الرقبة واشيل الكبدة والقناصة، لان الكبدة والقناصة هنعمل بيهم حشو. نزلتهم بقى هنا كده تاني في البولة دي وهننقع بقى. مش عارفة الشطفة دي او الشطفة اللي بعدها، ان انا شطفت كتير جدا 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 جدا. اللي عندها فكرة يا ولاد للخضار اللي في البلانشة ده تقولي عليها في الكومنتات. غلبتني غسيل ودعيك وبرضو ما بيروحش منها. هنا بقى الخضار بتاع الحمام بتاعي بقى، بصوا قشطة كده، شمعة منورة قشطة.
حطيته كده وحطيت خل وحطيت ملح والليمون هفتحه واحطه في قلبه بالشكل ده. النقعة العادية بتاعتي اللي ما بجودش فيها، يعني احنا كنا عاملين محلول نقعة قبل كده على القناة، لو عايزة حاجة اعلى من كده هتلاقيها بمية سخنة ولوري وحاجات كده وقرنفل وحبهان وحاجات كده مدلعة. هنا كده كنت نزلت بقى الليمون بتاعي اهو، واغطي عليه واسيبه كده حوالي ساعة، ساعة الا ربع. خلاص. عفوا يا حبايب قلبي، هنا كنت جبت الطاسة بتاعتي حطيتها على النار، قلت بقى ايه اعمل فيها حشوة الحمام بتاعي. والله يا ولاد اليوم كان حلو والاكل كان احلى، وكمان انا كنت تعبانة وقمت عملت لهم الاكل على شقة، الولاد اكلوا واتبسطوا واتدلعوا بصراحة يعني. الحمد لله على اللي يجيب ربنا. هنا هتنزلي بقى الزيت وكمية رز معتبرة اللي انتي عايزاها للحشو اهو بالشكل ده. هتيجي هنا ورا قرنين فلفل هتنضفيهم، تمام. اهو بالشكل ده، وبعد كده هتنزلي تقطعيهم خلاص كده بالشكل اللي انتي شايفاه ده اهو. عايزة تنعميهم شوية، اهم حاجة الفلفل والثوم والكزبرة والحاجات الحلوة دي كلها هتنزليهم على الكبد كده والقوانص اهو. خرط البصلة اي حاجة. عايزاكم بس متنسونوش في الصلاة على الحبيب قلبكم يطيب. الحمد لله على اللي يجيب ربنا. بالشكل ده. الرز انا كانت الطاسة مش مساعداني، جبت الحلة دي وبدأت بقى تنزلي الرز بتاعك لغاية ما يحمر، ممكن تسيبيه سنة كمان عن كده يحمر. هتنزلي بقى الكبد والقوانص عليه، هتبهري وهتظبطي دنيتك. وفي طريقة تانية انا عاملاها معاكم للحمام المحشي برضو على القناة منفردة، بس ده كان روتين يا حبايبي بنشارك فيه اليوم مع بعض، ومحتاجة منكم الدعم فيه بالله عليكم. هنا بقى كنت نزلت البتاع الكبد والقوانص وابتديت اقلب بالشكل ده. انا عايزه اخدكم في يوم معايا روتين واحنا بنكنس للفراخ، واحنا عند الطيور برا، زي ما اخدتكم في يوم عند الفرن اللي بالطين. لو عجبكم الفيديو ارجعوا واكتبوا كومنتات فيه ان هو عجبكم، وانا اكرر لكم الفكرة ان شاء الله باذن الله. مش هتعبي عليه ميه كتير، شايفة اهو يا دوبك حاجة بسيطة اهو كده بالشكل ده. جيت بقى هنا عند الحمام هنصفي في المصفى من المية عشان لما نحشي هنشطف بمية مكان المية اللي بالخل. بص المية كان شكلها عامل ازاي. هنصفي بقى، رحت اشطف على الحنفية اهو، وجبته هنا حطيته. ده كان الرز بتاعي بعد ما اتشرب المية اللي فيه لحشوة الحمام. دي الحلة اللي هنعمل فيها السليق. حطيت طماطم وبصل جزر توم زعتر روزماري لوري حبهان فلفل اسمر، وهتعبي عليها مية سخنة من الكاتل، مية باردة، وهتحطيها على النار تغلي. وهنيجي هنا بقى الحمام بتاعنا والحشوة اللي عملناها نحشي بيها. انا كنت ماشية معاكم بنفس التفاصيل يا بنات، والله الترتيب اللي انا برتبه ده هو الترتيب العادي العشوائي جدا 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 جدا. مش مرتبة فيه اي خطوات ولا مرتبة فيه اي حاجة. هنا كنت بحشي الحمامية على قد ما تاخد، ولله الحمد مفيش ولا حمامية معايا فرقعت، بس كان في حمام في التنظيف سلخ معايا ما عرفتش احشيه كله. هنا اهو هبدأ احشي من جوه بالشكل ده. احلى اكله يا ولاد اكله الحمام دي، كمان احلى حاجه كمان لما تلاقي حد يعملها لك وما تقرفيش نفسك في عمايلها، دي الاحلى بقى.
بصوا هنا عندك وانا بنضف كان مقطع مني حتت. بس هنحشي برضو، هنتأقلم عادي مفيش حاجة. على وضعنا ثابت ثابت، على وضعنا ثابت. اهم حاجة بس تكتبولي رأيكم ايه في الفيديو في الكومنت تحت. وشير يا ولاد، شير شير، شيروا الفيديو، شيروه شيروه شيروه، هتبصوا تلاقي الدنيا كلها اتملت معاكم. حشيت الفراخ، المية كانت غليت على ما خلصت الحشو. هنا الحمام اللي كان مسلخ معايا اهو، بس مكنتش حشيت الحتة اللي كان مسلوخ فيها، ونزلت الفراخ بتاعتي الشمورت. الفراخ كانت احلى من الحمام يا ولاد. هنا بيغلب ويستوي، كان غلي واستوى اهو. بس كان طعمهم جميل جدا جدا جدا. هنا جبتهم بقى، طلعتهم من الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ورصيتهم في الصينية، وهزقهم في الفرن يتحمروا، وهيطلعوا يتاكلوا بالهنا والشفا. في المحشية وفي اللي مش محشية، نزلت عليهم سنة زيت، فلفل اسود وملح، وهزق في الفرن على طول. ملح، فلفل اسود، ولو نشف منك في الفرن عصير ليمون، على سنة قولي معايا كاتشب، على سنة خل، وطري بيه الأنسجة بالفرشة لو نشف منك في الفرن. بس هو ما بينشفش في المعتاد يعني. اهو بصوا بقى، هنا الحمام كان طلع من الفرن يا ولاد تحفة تحفة، وكان الطعم تحفة. عايزاكم بقى ما تنسونيش في اللايكات، لايكات 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 لايكات، وشير وشير يسمم الغير لكل الناس. واقول لكم في رعاية الله وامنه. سلام.